برأيكم هنالك سيناريو جديد سيكون لهذا التنظيم، ممكن أن يتجه لمناطق أخرى يعني إشغال القوات الأمنية عن التحرير، أم لا أنه سينسحب بممرات آمنة أو بمقتلهم وينتهي موضوعهم ويكون هذا آخر مكان لداعش في الموصل؟ خليني أجاوب بالبداية وفق المبادئ. أولا، داعش عدو لكل الأطراف، ليس هناك طرف عراقي سياسي مجتمعي اجتماعي وطني هو مو ضد داعش، الكل ضد داعش. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني والمهم جدا، أهل الموصل لم يعطوا ولاءهم لداعش، والدليل سمعنا كثيرا من إعدامات، اعتقالات، مقاطعات. بالأمس نسمع أن داعش ينعتون أهل الموصل بأهل الكفر والنفاق لعدم طاعتهم لهم. الثالث، انبثقت كتائب مقاومة داخل الموصل، وهذه تحصل لأول مرة قبل اليوم، قبل أشهر بدأت هذه الكتائب تدوخ داعش. لهذا إذن كل هذا الإجماع السياسي والمجتمعي والعشائري لمحاربة داعش، أعتقد هذا يقودنا إلى أن داعش لا مكان له بيننا، وداعش ناس مجرمين أياديهم ملطخة بدماء العراقيين، كل الأطراف، شيعة، سنة، كرد، مسيحيين، تركمان، شبك، يزيدية، ما قصروا بالإساءة لكل الأطراف. لهذا هناك تحشيد مجتمعي ضدهم. جيد. ما بعد ذلك أنا لا أعتقد في العراق سيجدون لهم موطئ قدم. هذا هو التحشيد الذي ضد هذه القوة، وأعتقد أن القطاعات ستتوفق في الانتصار عليهم وفي القريب العاجل. مع هذا ينبغي أخذ الحيطة والحذر منهم، لأنه عدو شرس ولئيم وخبيث وما عنده محرمات. وأجاوب أقول نعم، البككة واليبكة موجودين والروح الانتقامية قائمة، إن لم تكن إذا قالوا لا على الأقل احنا متخوفين من عندهم، والقوى المتحالفة معهم. وقلنا تل أعفر قبل اليوم كانت أزمة الموصل بدأت من تل أعفر، اليوم أيضا متخوفين أنه هاي القوى تدخل ينتقمون، وسمعنا عبارات انتقام من أطراف عدة حول هذا الموضوع. ولهذا تل أعفر لجأوا إلى كل الجهات، بدءا بالحكومة المحلية والمركزية والأمم المتحدة وكل الأطراف لإسماع صوتهم ونحيبهم وبكائهم على هذا الموضوع. أتمنى عليهم أن يبعدوا البكك عن المنطقة ويبعدوا هذا الشر ويرسلوا رسالة اطمئنان إلى أهل تل أعفر، وهذا جزء من واجب الحكومة، لأن أهل تل أعفر أيضا هذول حكومتهم.